بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم. ملخص الشوط الاول: الاهلي والرجاء المغربي 0-0. الاهلي ما جاش اصلا الماتش. الاهلي دفاعيا يعني ايه؟ هقول لك ايه. الاهلي كله بيلعب في الدفاع كانك بتلعب ريال مدريد، مع الاحترام الكامل للرجاء المغربي. لكن الاهلي اصلا لو لعب الهجمه صح، هجمه مرتده صح كامله، هيخطف الرجاء خالص. انا شايف ان كولر لازم يعدل طريقه اللعب. يعني اللعب كله على محمد هاني، يحط حسين الشحات تاني مكان بيرسي تاو، ويطلع كهربا، وينزل طاهر محمد طاهر او عبد القادر في الشمال. انا شايف كده. وديانج ده يطلع بجد. ديانج لاعب من اول شهر واحد ما جاش الاهلي. انا شايف ان ديانج يمشي بقى. هو بيفكر في الاحتراف الخارجي اكتر ما بيفكر في الاهلي. انا شايف ان ديانج يطلع، ينزل الكندوسي صانع العاب، هيحرك الفرقه لقدام. الاهلي كله، ما انا مش هقول ايه، الاهلي خايف من الماتش. الاهلي كله دفاع وكانك بتلعب ريال مدريد. اتمنى التوفيق للاهلي في الشوط الثاني. سلام.